السلام عليكم. بالله هذا متصدر الدوري القطري؟ يعني هذا افضل فريق عندهم؟ هذا اللي مهجدهم وبنيمهم من المغرب؟ جاء الهلال دكوا سبعة يا ناس، سبعة في نصف نهائي دوري ابطال اسيا ونهائي المنطقة الغربية. سبعة. ايش في كلام بيقولوا؟ تعال نتكلم شوية عن السبعة يا سيدي وعن اللي سواه الهلال في النهائي. يا الله بينا. في البداية كده وقفة احترام لهذا الرجل رافو دياز. صراحة الناس كلها انتقدته في الظروف الصعبة اللي عدى بها الهلال في الفترة اللي فاتت. كان سيء في الدوري قبل ما يروح العالمية، لكن خلال شهر ايش سوى يا سيد الناس؟ وصل نهائي كأس العالم للأندية، لعب أمام ريال مدريد وسجل 3 أهداف وأخذ وصيف العالم. بعدها راح طق على قارة آسيا إلى وصل لنهائي المنطقة الغربية وفاز 7. صراحة رامون دياز، ناس كثير كانت بتقلل من دياز كثير جدا، لكن الآن دياز فين؟ دياز في نهائي أبطال آسيا للمرة الثانية مع الهلال. خذ عندك يا سيدي الأرقام اللي الهلال سواها الآن، سجل معايا يا سيدي، جيب ورقة وقلم وسجل معايا. أول شيء خلال آخر 9 سنوات الهلال ظهر في النهائي في 5 مناسبات، يعني أكثر من النص يا سيدي. عندك 2014 2017 2019 2021 والآن 2022 2023 الهلال في نهائي أبطال آسيا. طيب يا سيدي هتقول لي بس هذا، لا يا حبيبي لسه في رقم تاني. انت عارف يا هادي اكبر نتيجة في تاريخ نصف نهائي دوري ابطال اسيا 7-0. 7-0 يا سيدي. يا هو على مين؟ على متصدر الدوري القطري، ويقالوا سوبر هاتريك يا سيد الناس. يا هلال ايش بتسوي؟ يا هلال ايش بتسوي؟ والله الف مبروك، الف مبروك لكل هلالي. صراحة ما في اشياء كثير نتكلم فيها. الماتش الهلال سجل في الدقيقة الثانية سجل، والدقيقة 15 هلال 3-0. الدقيقة 15 3-0. ايش نتكلم؟ ايش نقول كيف انهار الدحيل بأسرع طريقة ممكنة؟ لكن لا يا صديقي، لا يا صديقي، لا. فهذا الموسم ايش قالوا يا سيد الناس؟ قالوا انه ما راح يوقع الهلال ولا راح يقدر يسجل لاعبين ولا راح يقدر يوقع ولا مع اي احد، وخلاص الهلال الان حينهار. الهلال ايش سوى في الموسم هذا يا سيد الناس؟ بنفس اللاعبين بنفس الطقم حق الموسم اللي فات. ايش سوى الهلال؟ نهائي العالم، وصيف العالم يا سيد الناس عشان نكون واضحين، والآن هو في نهائي دوري أبطال آسيا وغالبا راح ياخذ إلى العالمية مرة أخرى. والصلاة على النبي، الإنجازات لا تتوقف بالنسبة للهلال. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ألف مبروك للهلال، ألف مبروك. هذا لك النهائي القطري ما قدمته ولا حاجة تشفع. 7 في نصف نهائي، 7 وفي أرضك في قطر، في أرضك يا حبيبي 7. وفي نهاية المقطع ايش الناس تقول لك انه آسيا صارت سهلة. لا يا حبيبي، مو عشان الهلال اللي بيسوي هذا يبين لك سهلة. هي سهلة بس عن الهلال، هي سهلة عشان الهلال بيلعب فيها، فهو اللي مبين لك انه الموضوع سهل. ولا الشباب يا سيدي الناس، عندك الشباب عندك ثالث الدوري يا سيدي بفرق 3 نقاط على النصر، ما هو بعيد جدا. لكن ايش صار؟ خرج من الدحيل يا سيدي الناس، خرج من الدحيل 2-0، لكن الهلال ادى 7. فلا تقول لي آسيا سهلة، آسيا سهلة فقط على الهلال. لو عجبك المقطع اشترك في القناة، وألف مبروك لكل هلالي. دمتم سالمين.